حبايب قلبي الحلوين الغاليين، صلوا على النبي كتير. وحد الله، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بخير زي الايام دي يا رب. انتوا حبايبكم تكونوا على جبل عرفات بحق لا اله الا الله، ربنا يكرمنا ويرضينا. يلا نبدا فيديو جديد ونكمل باقي الشقه. كنت خلصت معاكم المره اللي فاتت المطبخ وتفاصيله من جوه ومن بره ومن فوق ومن تحت كل حاجه. المره دي بقى دخلت اخدت الكفر بتاع الكنب ودخلته على اللهم صل على النبي. رحت اغسله بس لقيت الغساله مليانه، طبقته وركنته على جنب لحد ما الغساله تفضى. والله العظيم يا جماعه الغساله حرفيا سندي ومسندي وكل حاجه. الغساله بالذات في الايام الزنقات دي بتبقى عباره عن يا عيني شخص مطبق بقاله 3 4 ايام، حرفيا ما بتلحقش يعني تتهوى، فربنا يستر عليها بتتحرق. بعد ما لميت كفر الكنبه دخلت على الاوضه بتاعت البنات، لميت الملايات وكمان نفضت ولمعت الخشب، وما فيهاش ازاز فما مسحتوش. فبس الاول الخشب يا بنات نفضي وبعد كده لمعي، مش تلمعي على طول. التراب فيه كده تبقي شوايب بسيطه كده، تحسيها ان هي بعد ما انت مسحتي في تلطيشه كده انت مش حباها. فصلي على النبي كتير وحيد الله. ويلا نبدا ونقول يا هادي. الملايات هنا انا لميتها وهتشوفوا هعمل معايا ايه. حرفيا انا صدمت من اللي شفته في الاوضه. انا من العيد صغير ما حركتش سراير ولا بتاع، والمره اللي فاتت لما حركت السراير رجعتهم زي ما هم، ما عملتش تغييرات ولا بتاع، بس نفضتهم وروقت حواليهم ولمعت السراير من الجناب وكده. بس لما المره دي شلت اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد السراير، الموضوع كان ايه اللي هو ايه ده، كميه التراب دي، ايه الحاجات دي كلها. اي حاجه بتلاقيها ضايعه دايما دوروا في الحاجات اللي جنب بعضها دي، السراير كنب اي حاجه. هنا شلت تسريحه وخليت بنوتي شغلت لها المكنسه كانت مسدوده، سلكتها. ما صورتش معاكم وانا بسلكها صراحه لاني كنت متعصبه وعلى اخري. الحمد لله على كل حال، ربنا يرضينا ويرضى عننا. لاي واحده لسه ما اشتركتش تعمل لايك وتشترك في القناه او في صفحه الفيسبوك وتابعوني، وان شاء الله في كل جديد. والبنات اللي معايا في المسابقه يلا تفاعل اشتغلوا، علشان خلاص النهارده هيكون اخر يوم ان شاء الله في المسابقه. ودي مش اخر مسابقه ومش اول واحده، دي تاني واحده، وان شاء الله اللي جاي احلى. انا اسفه على الصوت والدوشه اللي حواليا، بس انا مش عارفه الراجل حتى مش بيدي نفسه فرصه انه ياخد نفس. لا هو شغال يا عيني كده والله يوسع على خلقه، كأنه هو شغال في الشمس وعايز ياكلها بالحلال. الاقلام متكسره ومرميه هنا، تراب ما بين السراير، فتافيت، لعب صغيره، حاجات كتير. فالحمد لله دايما وابدا. ده السرير بقى اللي جنب الحيطه، تراب اكتر، يعني فتافيت اقل بس لعب كتير. لقينا فضه. الصوت والله مش عارفه اظبط، مش عارفه بس اروح فين تاني عشان الصوت يبقى بعيد. معلش معذره، كلنا هذا الشخص اللي يبقى فيه بيعمل حاجه وفجاه يجي صوت يغلب على صوتك وعلى كل حاجه. فتمام. ربنا يهدينا ويصلح حالنا. متنسوش الكومنتات، كومنتات كتير، صلوا على النبي واذكروا الله. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بخير. حتى ازازه الميه كانوا هنا. انا ولادي اللي اكتشفت المره دي ان اي حاجه بيبوظوها بيرموها ورا اي حاجه، انا ما بحركهاش كتير. يعني في هنا زرعه كانت صغيره اللي هي اللبن الفاتح دي كانت زرعه، قطموها ورموها ورا السرير عشان عارفين ان انا بحركها كل فتره حلوه يعني مش على طول. فربنا يصلح حالهم وحال ولادنا ولاد المسلمين، ويستروا على اخواتنا في كل حته يا رب. حركت السراير وقلت لا مش هرجعهم دلوقتي علشان برضو نتعلم من الاخطاء، برضو يعني نسيب لهم ان الدنيا ايه مكشوفه. هشوفهم هيخبوا فين تاني بقى الحاجات اللي بيبوظوها. فحطيت ميه بس ما حطيتش ميه كتير، الميه بس ما عصرت الشرشوبه ودخلتها كده علشان اي حاجه كده ناشفه ولا تراب لازق يطلع. والحمد لله الموضوع كان سهل وبسيط، الا حاجه واحده، ان صالح كان بيكب الميه اللي في الشرشوبه الناحيه التانية، فغرق غرق الاوضه الناحيه التانية في دخلة الباب غرقها. فالحمد لله سيطرت على الموضوع، لذلك فصلت ورجعت بعد شويه حلوين. ده الترتيب اللي انا عملته المره دي، بس انا حاسه ان هو مديها وسع ومديها براح. حابه التغيير، قولوا لي لو حلو ولا فيه تعديل ولا حاجه، عادي يعني نتعلم من بعضنا وكده. الحمد لله على كل حال. دي الملايه اللي انا بفرشها. فرشت حاجات وحاجات تانية، قلت بعد ما انفض اخلص الارض، وبعد كده عشان كان فيها ميه هنفض المراتب. فرشت. اهم حاجه انك تنفضي الخشب الاول وبعد كده تلمعيه. وبعد كده بنتي اللي بتعمل لكم لايك، عجبكم المنظر؟ بعد ما خلاص مسحت بالمعطر ورشيت المعطر على في الأوضة، دخلت فرشت الأوضة وشغلت المروحة عشان يعني تتهوى وكده يعني ريحة المعطر تنتشر فيها أسرع. بعد كده رحت على الأوضة بتاعتي. بحب أنا لما بكون خلاص الأوضة خلصتيها وتطفي اللمبة وتطلعي تروحي على باقي المكان اللي انت هتعمليه. الملاية دي كنت فرشاها، دي كان بقالها يومين،
بس انا قلت لا، ما كانش حد بينام عليها اصلا عشان الاوضه دي حر. بس قلت خلاص، هو تغيير العيد تغيير، مفيش مفر، فاحنا هنغير عشان النفسيه بقى تتغير وكل حاجه. لمينا الملايات، فرشنا ملايه تانية. الحمد لله الحمد لله. كان نفسي اجيب ملايات جديده بس ما كانش في نصيب، فالحمد لله على كل حال. الحمد لله عندنا اللي يستر بيوتنا، الحمد لله عندنا احسن من ما عندوش. عندنا بيت وعندنا عيال، عندنا صحه، قادرين نعمل اللي ورانا، الحمد لله على كل حال. الغساله والله انا كنت بوريكم ان هي واخده نفسها، غسيل فوقيها من لسه طالع ولسه واشتغلت، ولسه الغسيل اللي هي عايز يتغسل. هنا انا كنت بلمع الخشب، فالحمد لله على كل حال. ربنا يقوينا ويعيننا ان احنا نعمل حاجتنا بنفسنا. والله يا بنات ما تعرفيش المتعه بتاعه التنظيف وبتاعه الموضوع ده غير لما تجربي. يعني ربنا يحفظكم ويبعد عنكم من الامراض. لما ترقدي شويه في السرير تبقي ممنوعه من الحركه وممنوعه من المجهود، ربنا يشفينا ويعفي عننا يا رب. لا الموضوع بيفرق قوي. ولمعت المرايه بتاعه الاوضه بتاعتي، فلا الحمد لله كان المكان. عارفين انتوا الحاجات بتاعه تلميع الخشب والازاز برضو بتدي ريحه نظافه والله، بتحسيها بتغير ريحه المكان كده. هنا عملت اللهم صل وسلم وبارك على محمد الباب، الزوايا بتاعته والحاجات دي. العيال من كتر ما هي بتحط ايديها في الداخله وفي الخارجه في تلطيشات كتيره وفي شخبطه اقلام وحاجات كده. فاخدت بقى بايه، لمعته بايه، بملمع الازاز. صراحه مش هكدب عليكم، لمعت بالبوتاجاز، لمعت المقابض بتاع الثلاجه، مقابض المطبخ، الظرف بتاعت المطبخ من بره. وادي هنا كمان بعمل بيها ايه، البيبان من بره. انا بحس ان بتاع الخشب مش بيديها اللمعه اللي انا عايزاها. ده بينضفها بسرعه، اي حاجه لا ماسكه كده انا شخبطه رصاص جاف، لا صراحه ما بيطلعوش، بس لا بيطلع اي شخبطه رصاص، تلبيخات الايد، اكل اي حاجه، يعني بحس ان هو بيجيب نتيجه. هنا كنت بوريكم ان الغسيل ده ما فيش مفر منه. هنا بقى كنت بعمل اللهم صل وسلم، لمعنا الخشب، لمعت الفريزر من بره والدولاب والسرير. لسه بقى قاعده كانت الارض هتتمسح. وكنت بوريكم هنا الحتت اللي فيها تراب. السرير دي كانت ده كان حاجه كنت جايباها للعنايه بالبشره كده. انا محتفظه بالعلبه بتاعتها ليه، يعني بوريكم هنا ان الحاجه بتاع العلب فاضيه، انا بستخدمها حاليا، فحطها في التسريحه. فالعلبه دي كبيره، انا محتفظه بيها ليه مش عارفه. فانا كنت مديها لصالح يلعب بيها، حتى هو كمان مرضيش يلعب بيها، ما حسهاش. هنا بقى طلعت على الصاله. صالح هنا كان كاتب الشرشوبه، يمكن وريتها لكم وانا بلمع في الباب. بمساعدة أختي كنا شدينا بديل السجاد وكنا هنغسله. فواحدة كنت بصور لكم، وصراحة هي اللي غسلتها من الأول للآخر. ربنا يخليها ويعينها يا رب، يبارك فيهم يا رب. والله العظيم يا بنات الإخوات دي سند ونعمة. أي واحدة أنانية، أيوة بجد أنانية إنها تجيب طفل واحد تقولك لأ مش لأ. الإخوات سند وعزوة وظهر. ماشي العيال صعبة والعيال بتهد والعيال بترهق والعيال عايزين طولة بال وحاجات كتير. بس اولا واخيرا انك تخليه لوحده ده مش حلو، هو هيلومك كتير بعد ما يكبر. فانتي خليكي شخص واعي عنده نضج في للمستقبل، انه يبقى له اخ شريك في البيت، في مدرسة، في تمرين، في خروجه. ده هيكون صاحبه. ما حدش هيصاحب الولد ولا البنت غير اخته او اخوها. هيخافوا على بعض، هيحبوا بعض، ربنا يبارك لك فيهم. فهنا كنا غسلنا الحفظة والتراب اللي كان رسب من الترسبات بتاعة الغسيل، وكبينا ميه في الصالة ومسحتها. واهم حاجة وانت شغالة تركزي على انك تشغلي تكبيرات. احيوا ذكر الله يا بنات في بيوتكم. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بخير، كل سنة وانتم في نعيم الله. ربنا يزيدكم ويبارك في بيوتكم يا رب، يزيدها من البركة والخير والرزق، ويفتح لكم ابواب الرزق لا تعد ولا توصف. كنت بوريكم ان انا هنا خلصت الحمد لله كل ما يمكن ايه لمه، بس قاعد لي الغسيل، فهلم غسيل وانشر غسيل. الحمد لله على كل حال. بعد كده ده تاني يوم، صراحه تاني يوم، لان انا اليوم ده كنت خلصت اللقطه بتاعه الغسيل. دي كانت الساعه 1:30، وكنت دوبك اخش احضر اكل لجوزي والسلام ختام اليوم ده، هاخد دش وهخش انام. تاني يوم غسلنا، رحت وديت البنات تمرين، وبعد كده جم الحضانه الاول، نبدا اليوم الاول. جم من الحضانه، وبعد كده كتبنا الواجب وزعقنا ونمنا واكلنا وضربنا وحاجات كتير. وبعد كده رحت اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. رحنا التمرين، وبعد التمرين جيت من التمرين عملت لهم اكل اكلوا، وبعد كده رحت نيمتهم، حميتهم ونيمتهم. وبعد كده رحت للدكتور عشان كان عندي مشكله كده، فكنت بتابع مع الدكاتره.
والحمد لله على كل حال اطمنت، ويا رب يكمل الشفاء على خير. ادعوا لي بالله عليكم، وربنا يشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم، ويشفي كل مريض على وجه الارض، ويطعم كل جائع بحق لا اله الا الله. بعد كده جيت، اختي كانت مستنياني، غسلنا السلم وخدناه بقى من الدور الخامس للاول، فالموضوع كان مرهق شويتين 3. فضلنا للساعه 3 تقريبا، من الساعه 11 او 12 للساعه 3 بنغسل في السلم بقى احيطان وارض وبتاع. فما قدرتش اكمل بقى يوميها امبارح، فالنهارده الوقفه. فشطبت الشقه وفرشتها ومسحت المسحه الاخيره، وعطرنا وبخرنا والحمد لله. هنا كنت بوريكم المنظر اللي انا كنت قاعده عليه. المفروض ان انا كنت قلت ان انا الصبح هفرش بقى واظبط الاداء قبل ما اروح النادي وكده، فصحيت متاخر والبنات جم بدري من الحضانه لان هي كانت حفله، كانت مفيش دراسه وكده. فالحمد لله على كل حال، ربنا يعيننا ويقوينا وينجينا. زي فكره برضو بتاعه الاوضه، انا ما بكبش ميه كتير، انا بس الشرشوبه فيها المعطر اللي بريحه النظافه اللي انا بستخدمه بقالي فتره، انا حابه ريحته ومرتاحه له. فما بعصرش الشرشوبه وباخدها كده بالميه بتاعتها، وبحركها اي حاجه، اي فتافيت، اي حاجه لازقه في الارض من مكان اكل العيال والتنظيف بتاعهم. وبعد كده بروح، اللهم صل على النبي، بروح عصرها كويس وشطفها ومغيره الميه، وعايده عليها مره كمان، بس المره دي بتلميع بقى ومسحه محترمه. وكمان لو تحطي غطا من ملمع الازاز في الميه هيجيب معاكي نتيجه واو. فصلي انا بوحد الله، وربنا يحسن ما بين ايدينا ويكبر خاطرنا. وخدتها بقى ايه، البلكونه، اوضه العيال، دي المسحه بتاعت النهارده بتاعت يوم الوقفه. البلكونه، اوضه العيال، الصاله، فرشت الصاله، الكنب، ورتبت الحاجات اللي هرتبها، كل حاجه في مكانها. بعد كده دخلت على الاوضه بتاعتي، عملتها وظبطت الاداء، مسحت الارض، كنت لمعت الخشب كل حاجه. بعد كده طلعت على الصاله عشان كنت ماسكه الملمع بقى، فلمعت الازاز، كنت هنا بوريكم التلبيخات اللي في الازاز، ولمعت الخشب. والحمد لله كده انا يكون خلصت شطبت. اهم حاجه انك تكوني حاسه انك بتعملي اللي عليكي، ما تجبريش نفسك تعملي اكتر من طاقتك. ومهما عملتي ما تقوليش انا مش حاسه باجواء العيد، احنا اللي بنحسس نفسنا باجواء العيد. العيد مش هيجي يخبط عليك ويقولك انا موجود، تمام؟ حسسي ولادك بالفرحه، وربنا يرضيك ويرضى عنك ويفرحك بيهم. دلوقتي كنت اوريكم بقى، خلاص انا خلصت، ودي اللفه الاخيره. كل حاجه متلمعه، كل حاجه نظيفه، كل حاجه ريحتها حلوه. المكان مش محتاج بس غير رشه من المعطر الزياده، معطر الجو. انا ملمعه الارض وبمعطر وريحته حلوه، كل حاجه ماشيه كويس وتمام الحمد لله. ابني كنت مسكتاه بطريقه ما، عشان كده عرفت اصور وعرفت اخلص. بناتي كانوا قاعدين يلعبوا في البلكونه، الحمد لله. جه وقت البخور، وجه وقت كمان المجسم ده على شكل كعبه، هي مبخره بس على شكل كعبه، انا حبيته قوي. وكان مدي كده، عارفه انتوا المنظر نفسه، القطعه دي مع التكبيرات وطالعه منها ريحه حلوه. لا ربنا يوعدنا بزياره البيت ده يا رب، يا رب وعدنا بزياره بيتك. دلوقتي هرش المعطر بيترش على الحاجات نفسها، مش في الجو كده في العموم، لا، رشي على الكوشن، رشي على المخدات، على الكنب، على الستاير، على الحافظه نفسها، طاطي في الارض. ده غسيل رايح يتنشر، ربنا يقوينا ويعيننا ونخلص معركه الغسيل اللي مش هتخلص. كل حاجه خلصت لسه، بس الحاجه الوحيده بس اللي بحبها دلوقتي اني في الجو ده اطفي النور، انا اسمع التلبيه، لبيك اللهم لبيك، وكمان البخور شغال في الناحيه التانية، فلا المكان كله ريحته الله اكبر الله اكبر، يعني جميله. الترمس منقوع من امبارح، هو شويه حمص، دلوقتي هغسله كويس واصفيه واحطه يتسلق. وطلعت اللحمه تفك علشان ابتدي اجهز الاكل. جوزي مش موجود فهياكل بالليل، هو هيفطر بره وانا هفطر عند حماتي. فالحمد لله على كل حال، كل سنه وانتم طيبين، سلام.